معانا مفاجأة جميلة بشكل عام وبشكل خاص ليا أنا. الأستاذة الجميلة غادة مدحت، خبيرة التجميل السينمائي. أهلا بيكي. اهلا بك يا فندم. منورة تسلمي تسلمي، انت اللي منوره الدنيا بجد. لا بجد والله الدنيا كلها منورة. تسلمي لي. عايزة أعرف رأيك في المهرجان مبدئيا. رايي يا جماعه والله شهادتي مجروحه ورايي مجروح. انا بحس ان اليوم ده يوم، يعني انا في اليوم ده انا بحس ان اليوم ده يوم ما باجي اقول كلمه حلوه بحس ان انا يعني الناس هتفكر ان لا بجد والله يستاهل كل الكلام الحلو وكل حاجه حلوه بجد. اليوم ده بيبقى يوم فوق الممتاز. استاذ عادل له فكر لوحده خاص بيه. هو فعلا قطاع خاص وله فكر خاص وله حاجات كويسه جدا بيقدمها في اليوم ده، اللي هو تكريم الناس المميزه او الناس اللي تستاهل التكريمات او الناس اللي هي المفروض نبص لها فعلا ان هي ناس لازم تتميز لانها في شغلها حد كويس. انا ببقى مبسوطه جدا بجد لما بشوفه بيكرم الناس دي. وانتي أكيد أهل ده عشان كده تنورانا النهاردة. حبيبتي تسلمي لي، انا اقل مما يكون والله. لا لا ابدا، حضرتك قيمه وقامه. لسه سامعين عن اخر مهرجان انت عملتيه. انا عايزه اعرف الفكره جات لك منين. هو مهرجان أكاديمية غادة مدحت مش حاجة صعبة. هو تكريم للناس اللي بتاخد كورسات في الأكاديمية، يعني حاجة بسيطة بتتعمل للناس اللي بتاخد كورسات في الأكاديمية. فبس بنعمل لهم تكريم بسيط كده، وهو المهرجان اسمه غادة مدحت والأكاديمية غادة مدحت، فهو ده المهرجان. حاجة بسيطة إن الناس بس تحس إن هي ابدا، فعلا. ده هو انتشر جدا وعرفنا ان هو يعني سمع جدا. تسلمي لي تسلمي لي، ما تحرمش منك. فانا بحاول ان انا اعمل حاجه بسيطه بس للناس، فهو بعمل مهرجان اكاديميه غدا مدحت، حاجه بسيطه للناس اللي تعبت فعلا على شغلها والناس اللي حابه تثبت نفسها. هي فكره جميله بصراحه وكلنا بنشجعها، واتمنى اشوفك دايما في تالق كما اعتدنا عليكي. وحقيقي منوره المهرجان النهارده. عايزه كلمه للفنان الجميل عادل. استاذي وابويا استاذ عادل عمار، تسلم ويا رب في تقدم، وربنا يبارك في عمرك يا رب عشان نشوف حاجات اكتر واحسن واحسن، ودايما مشرفنا يا رب وبالتوفيق والنجاح دايما. حبيبتي نورتيني ونورتي الدنيا كلها. اتمنى اشوفك قريب في صدى النجوم وتنورينا. حبيبتي ده انا اتشرف بيكم. لينا الشرف. حبيبتي تسلمي لي.